قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ لقد كانت حكاية الأمس جميلة جدا، وهذه القصة أيضا أكثر جمالا. حقا؟ ولماذا يا عم؟ وعن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن رحمة الله الواسعة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يقنط عبدا تائبا من رحمته مهما كان ذنبه. سبحان الله، مهما كان ذنبه؟ نعم، مهما كان ذنبه. وقصة الليلة من أكبر الأدلة على رحمة الله. والله لقد أفرحت قلوبنا يا عم، وشرحت صدورنا لمعرفة الله وحبه، ونريد أن نعرف ماذا حدث في هذه القصة، فابدأ سريعا في روايتها. هذه القصة لرجل قتل 100 شخص ثم تاب الله عليه وأدخله الجنة. قتل 100 ودخل الجنة؟ سبحان الله على سعة رحمته. كيف هذا يا عم؟ نريد أن نعرف. لقد قتلت ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا إلهي، لقد قتلت هذا أيضا، لقد قتلت كثيرا جدا. ماذا أفعل؟ لا بد أن أتوب إلى الله، وإلا فسوف أدخل النار بهذا الذنب العظيم. ولكن هل سيغفر الله لي؟ هل لي من توبة؟ هذا حرام عليك، لقد قتلت زوجي، ألا تتقي الله؟ أبي رد علينا يا أبي، أيها الشرير، لقد قتلت أبانا وأتمتنا، ماذا سنفعل من غير أبينا؟ لقد كثرت أخطائي حتى قتلت 99 نفسا. يا رب اغفر لي وتب علي، يا رب اغفر لي وتب علي، يا رب اغفر لي وتب علي. اللهم اهدني، اللهم اهدني. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا إخواني، قتلت 99 إنسانا، فهل تظنون إذا تبت قبل الله توبتي؟ اذهب إلى هذا الراهب فاسأله. السلام عليكم ورحمة الله. قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ مستحيل، ليس لك من توبة، وإن تبت فلن تقبل توبتك. لا تحاول فإنك من أهل النار. ليس لي من توبة إذن. يا إلهي، ما هذا؟ لقد قتلت الرجل، لقد أعماني غضبي. اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. يا رب اغفر لي، لقد قتلت 100 نفس. يا رب اغفر لي، إنك على كل شيء قدير. يا رب إن كان لي توبة فاهدني ويسر التوبة لي، إني أريد أن أتوب إليك، إني أريد أن أتوب إليك، إني أريد أن أتوب إليك. يا إخواني، قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ هناك عالم رباني لو سألته قد يدلك، تعال فاسأله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي العالم، قتلت 100 نفس، هل تظن أن الله يقبل توبتي؟ هل لي من توبة؟ نعم يا أخي، وما يحول بينك وبين التوبة؟ فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس من رحمة الله، ولكن الأرض التي تسكنها بلد خبيثة، اتركها واذهب إلى بلد آخر فيه أناس طيبون تعبد الله معه. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، واقبل توبتي، واغسل حوبتي، وامح خطيئتي، يا رب، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير الغافرين، اقبل توبتي. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وماذا حدث بعد ذلك؟ جاءت ملائكة العذاب يقولون نأخذه إلى النار ما فعل حسنة في حياته قط، وملائكة الرحمة تقول نأخذه إلى الجنة لقد ذهب تائبا. ثم ماذا حدث يا عم؟ بعث الله إليهم ملكا على صورة رجل، قال قيسوا بين الأرضين، فإن كان أقرب للأرض الطيبة أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب للأرض الخبيثة أخذته ملائكة العذاب. وماذا حدث بعد ذلك؟ فبينما هم يقيسون إذ أوحى الله إلى الأرض الطيبة أن تقترب، وإلى الأرض الخبيثة أن تبتعد، فكان أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة. حقا إن الله غفور رحيم، سبحان الله على سعة رحمته وواسع مغفرته. إنها قصة جميلة يا عم، جزاك الله خيرا. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجميل، وثلاثة